الصورة اللي قدامك دي أول صورة لسوزي الأردنية بعد ما تم القبض عليه. وزارة الداخلية النهاردة قبضت على مداهم وقبضت على علياء وقبضت على سوزي الأردنية. ده طبعا بعد ما حصل من أيام القبض على أم ساجدة والقبض على أم مكة. هقول لحضرتك دلوقتي كل حد فيهم اتقبض عليه ليه. بس أولا بنوجه التحية لوزارة الداخلية على الشغل المحترم اللي هي بتعمله. اتكلمنا كتير على إن اللي بيحصل ده يا جماعة أكيد هيجي يوم من الأيام ويبقى ليه حد. اللهم لا شماتة، الواحد ما بيشمتش، ولكن في فرق إنك تكون بتشمت في حد حصل له مشكله وانك تكون بتتكلم عن حد هو اصلا عامل مشكله. اول حاجه، ليه تم القبض على سوزي الاردنيه؟ الناس كلها بدات كل شويه تنزل هو كل لما يحصل حاجه يتقبض على سوزي، لدرجه ان سوزي نزلت الفيديو اللي قدامك ده. اللي اتقبض عليها دي الناس كلها داخله تقول له سوزي ما اتقبضش عليها ليه؟ انا مالي؟ وانا طلعت اتكلمت انا مالي؟ انا ماليش دعوه، انا في حالي، انا مالي؟ ما يتقبض عليه يتقبض عليه، داخل معاه اجراءات قانونيه وعدل ومحكمه، الكلام ده كله انا مالي بيها؟ انا مالي؟ هي ما كانتش اصلا بتجيب سيرتي، انا كانت مشكلتها مع الناس الكبار، ماليش دعوه بيها. قال سوزي اي بقى حد هيتحبس هتحط سوزي معاه، يعني اي حد هيتحبس هيقولوا حط سوزي. وانا في يا جدعان؟ انا حاسه ان انا اقسم بالله بقعد في الاسم اكتر ما بقعد في بيتنا. ياخدوني ليه؟ يعني انا بجد نفسي اعيش سني بقى، خلاص انا بقيت اتحاسب على حاجات ناس هي اللي بتغلط فيها، مش انا اللي بغلط فيها. انا مالي؟ ما تتحبس، انا مالي؟ اللي غلط يشيل. ولكن سوزي اصلا سبب القبض عليها هو الفيديو اللي انت حضرتك هتشوفه ده، وانا اسف انك هتسمع الكلام ده. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام على دماغي طبعا هو كان تاجر والكلام ده كله، بس هي اهم حاجه الشهاده. طبعا سوزي ممكن يكون خانها التعبير، ممكن تكون ما كانتش تقصد قوي، لان مفيش حد عاقل هيطلع يقول الكلام ده، ولكن الحكومه مفيش حاجه اسمها عندها اصلا انا ما اقصدش، قلت كلمه يبقى لازم هتتحاسب عليها. وبالفعل ده اللي حصل، ان وزاره الداخليه النهارده قبضت على سوزي في شقتها الجديده اللي هي في مدينه. نيجي بقى لتاني حد وهو مداهم من الناس المشهوره جدا في مجال اللايفات، يعني لو بتتكلم عليه هو شاكر الناس بتعملهم كده ان هو يعني ميسي ورونالدو. المهم ان في محاميين بداوا يقدموا بلاغات في كذا حد من اللي بيعملوا فيديوهات وبيطلعوا لايفات دول، ومن ضمنهم كان مين؟ كان مداهم. وبالفعل بعد ما بداوا يفحصوا الفيديوهات والمحتوى اللي بينزل لمداهم لقوا في حاجات ما ينفعش تتعرض للمجتمع وتعتبر سوء استخدام للسوشيال ميديا، علشان بعدها يطلع قرار بالقبض على مداهم. فنيجي بقى للي بعده وهي علياء من الناس اللي تعتبر يعني من وجهة نظر انا هي اللي قرت كل الناس دي. ليه بقى يا باشا؟ الناس دي كان بقالها فتره بتتربح من اللايفات لكن من غير ما يعلنوا التفاصيل. يعني انت بتقول الناس دي بتكسب 10000 في اليوم وغيرك بيقول بيكسبوا مليون والتاني بيقول نص مليون، هل الناس دي طلعت تدي اثبات واحد هما بيكسبوا كام؟ الاجابه لا. فده خلى الناس مش مركزه معاهم قوي، عارفين ان هما بيكسبوا من الحاجات دي لكن ما يعرفوش كام. لكن بقى اللي جابتهم كلهم بالطريقه دي هي علياء من كام يوم طلعت في فيديو وهي ماسكه التليفون وبتعيط وبتقول لهم انا اتسرق مني 60000 جنيه من الفلوس اللي كانت بتجيلي من اللايفات. فقالت لهم بص